ذاكر ازاي؟ انا هقول لك كام نصيحه كده بسرعه، لو نفذتهم الموضوع هيتحسن كتير جدا. اول نصيحه، الموضوع موضوع وقت. انت بتضيع وقتك يبقى الكلام اللي جاي في الفيديو دوت ما يلزمكش، يعني الموضوع ملوش لازمه. لو انت حياتك كلها ضايعه على القهاوي والسوشيال ميديا، وانت حضرتك حياتك ضايعه في التليفونات مع اصحابك، يبقى احنا بنضيع وقت، انا وانت بنضيع وقت في ان احنا نتكلم في المذاكره. مربط الفرس ان انت عندك وقت. نمره اتنين ان انا عندي جدول، يعني انا بصحى الصبح عارف انا عايز اعمل ايه، عارف هذاكر قد ايه في وقت قد ايه. لازم يبقى في جدول واضح، ويا ريت الجدول يعني ما يبقاش مثالي قوي، لازم يبقى فيه بحبوحه كده شويه، خليه واسع شويه. يعني لو الحاجه تاخد ساعتين اعمل لها 3 ساعات، الحاجه تاخد 3 ساعات اعمل لها 4، عشان الدنيا هتبوظ منك، فلما تبوظ ما تحسش بالفشل، يبقى فيه نفس. دي نمره 2. نمره 3، لازم تعرف قاعده مهمه، ان دماغك تقدر تركز لمده زي ما الناس عملوا، يعني تجاربه كده، من 25 ل 30 دقيقه. بعد 30 دقيقه هتبقى انت بتبص وحاسس ان انت مركز، بس انت مش فاهم اي حاجه، انت بتقرا لكن الدنيا راحت منك. فلازم في حاجتين لازم تنفذهم، اللي هي النصيحه الثالثه، لازم تستريح ولازم تكافئ نفسك. اول حاجه لازم تستريح، يعني كل 30 دقيقه هتاخد راحه، ما ينفعش تكمل بعد 30 دقيقه في التركيز في نفس الورقه. الحاجه الثانيه ان انت هتاخد مكافاه، المكافاه دي عباره عن 5 دقائق او 10 دقائق بالكثير راحه. النصيحه الرابعه، انت بتذاكر فين؟ يعني مش طبيعي انك انت تذاكر على السرير ومتوقع ان انت تجيب نتيجه كويسه. السرير بيفكرك بالنوم، اكيد هتقعد هتنام. او انت بتذاكر في مكان الاكل اللي بتاكل فيه، مكان الاكل بيفكرك بالاكل، فهتلاقي نفسك بتاكل كتير والموضوع هيبوظ منك. لازم تذاكر في مكان اسمه مكان المذاكره، حتى لو كان ركنايه ضيقه في البيت، بس هو ده اسمه مكان المذاكره، اللي انت لما بتقعد فيه بتعيش نفسيه المذاكره، لان اي نفسيه تانية هتاثر عليك وانت بتذاكر. النصيحه الرابعه، اذاكر ازاي دي ما اقدرش اقولها لك. يعني في واحد بيذاكر وهو بيمشي، وفي واحد بيذاكر وهو بيجري، في واحد بيذاكر وهو واقف، في واحد بيذاكر وهو قاعد، في واحد بيذاكر وهو نايم، في واحد بيذاكر وهو بيتكلم بصوت عالي، في واحد بيذاكر وهو بيكتب، في واحد بيذاكر وهو قاعد كده، هو كده بيذاكر. دي مفيش حد يقدر ينصحك بيها، انت عارف ايه الشيء المثالي بالنسبه لك، كله صح. ان شاء الله تذاكر وانت بترقص، بس تذاكر. النصيحه اللي بعد كده، انك انت حاول انك انت الحاجه اللي تذاكرها تشرحها لاي حد، لان الموضوع ده هيخليها تثبت جامد جدا. حتى لو زميلك عارفها كويس قول له تعالى هشرحها لك برضو، دي بركه العلم انك انت تنقله لحد تاني. النصيحه اللي بعد كده، اذاكر لوحدي ولا اذاكر مع اصحابي؟ برضو الموضوع ده ملوش قاعده، انت جرب ذاكر لوحدك، جرب ذاكر مع اصحابك. ذاكرت لوحدك وذاكرت مع اصحابك لقيت اصحابك بيضيعوا وقت والعمليه بتقلب بلاي ستيشن وبتقلب بهزار والدنيا بتضيع منك، لا نذاكر لوحدي احسن. لا، النصيحه اللي بعد كده انك انت حاول بقى تعمل بقى ابتكارات بقى ومختصرات من اللي برضو اللي كل واحد فينا بيخترعها ديت. اخر نصيحه عايز اقولها لك بسرعه، الدعاء. يعني تدعي ربنا كتير انه يعلمك، انه يفهمك، انه يقوي ذاكرتك، انه ييسر لك الامر.